Audio Jungle. اهلا بكم في قناتنا فوق كيتشن. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم. النهارده الجمعه بقى، وكل سنه وانتم طيبين بقى. انا قلنا نعمل لحمه في طريقه للحمه حلوه قوي قوي هتعجبكم. بنتبل اللحمه، ببشر بصله وبحط عليها ملح وفلفل ومرقه. المواسير دي الجزار يجيبها لك، تطلبها من الجزار، بتعمل الشوربه تحفه قوي. بتبل بقى اللحمه بملح وفلفل قبل ما اشوحها على النار. ملح وفلفل، ولو عندك مرقه ماشي. معايا كم ماسوره كده عشان تخلي الشوربه طعمها حلو، واللحمه برضه كان تبلها. هنعمل النهارده ان شاء الله لحمه محمره ورز معمر وبزله. رمضان بقى بيحب اللمه وكده، ونظبط اكله حلوه كده ونتجمع فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتدعكي بقى كل اللحمه بالملح والفلفل قبل ما تشوحها بقى. يعني ما اجي هشوحها بالمستك، بحطها في السمنه وبالورق اللورا وبالبهارات اللي انا حطاها دي، ملح والفلفل. وبعد ما يطلع الريم بتاعها كده، اقوم بقى شايله الريم، واقوم بقى حاطه لها الملح والفلفل بتاعها والمستكه والحبان والحاجات دي. هتشوفي معايا، تابعيني بس في الطريقه دي، كل التفاصيل هقولها لك. خلاص تبلناها خلاص. بقى جبت حله وحطيتها في الحله من غير سمنه، او حته سمنه صغيره مع ورق لورا. تبداي تقلبيها من على الجنب ده والجنب ده. وريك الورق اللورا ده برضك بيعمل لها طعم وريحه للتشويح اللحم حلوه قوي. اعمل لكم، نحطها بقى في الحله ونشوحها مع بعضها، وتكوني مسخنه ميه سخنه. انا حاطه ميه سخنه. بوريكي المواسير هي ان بتطلع فيها الماده اللي هي اللزجه دي يا جماعه حلوه قوي لخشونه الركب واللي ركبها وجعاها. الحاجات دي بقى بتنزل في الشوربه بتشربيها، دي حلوه. جيلاتين طبيعي. انا بوصي الجزار يجيب لي على طول المواسير دي. المواسير دي بصراحه بتعمل الشوربه تحفه. روح لاي جزار وتقول له انا عايزه بس مواسير يجيبها لك مع اللحمه بتاعتك. طبعا شوحتها خلاص، هننزل عليها الميه. يا دوبك الميه تغطي اللحمه كده، اللحمه بتاخد سويه مثلا بتاع ساعه ونص تبع قطعه اللحمه. هي اصلا نزلت الماده الدهنيه بتاعتها. المواسير دي بتنزل دهون جامده، بس الدهون دي صحيه. معايا ورقه لورا وفلفل وملح وكبابه صيني وحبهان ومستكه. دول بيخلوا اللحمه بقى روعه روعه، مع حته السمنه البلدي. بس بعد طبعا ما بتشيل الريم ده كله اللي على الشوربه. بوريها لك اللي بدات تغلي، يعني دخلت في نص السوا اهو. لما تستوي خالص بقى، هعمل لك بقى لها طريقه كده في التحمير وخلطه كده، فلفل وبصل وحاجه. خليكي معايا لاخر الفيديو وانت هتشوفي كل التفاصيل. انا هسيبها بقى تستوي على النار. سيبها بقى تستوي على النار اهي. قطعيه اللحمه كانت تحفه بصراحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدأت تدخل في السوا اهي.
هنسيبها بقى تستوي وندخل بقى على الرز المعمر. جبنا طاجن الرز المعمر اهون. الطاجن دون لازم تسخنيه في الفرن قبل ما تشتغل عليه. هتفتحي الفرن تسخنيه عشان تحط اصلا الطاجن، عشان يعني استوى. تسخني البوتاجاز شويه قبل ما تولع الطاجن دون. انا هعمل كيلو رز. الكيلو ده اهو بكيله قدامك بتاع 4 كيزان، 4 كوبايات. الكيس 4 كوبايات. عايزه عندك سايب كيله 4 كوبايات. كل كوبايه رز بتاخد عليها كوبايه ونص لبن. انت برضك بمقدارك بتحبيه دسم كده وحلو، زودي اللبن والقشطه بتاعته. تحبيه مفلفل قللي. انت برضك ف هنحط بقى الرز ال4 كوبايات. هتسيبي طبعا مسافه. هنحط انا بغلي اللبن، طبعا اللبن يبقى لازم يكون سخن نار. هتحطي مسافه، وبعمل لك بصبعي لازم تحطي مسافه بين الرز واللبن، وتسيبي مسافه عشان لسه الرز هيستوي. انا بوريك الرز اهو وهو لسه في الكيس. طبعا انا هفضيه في حاجه تانية، بس انا بوريكي ان انا بوزن الكيس بكام كوبايه، عشان اللي عندها رز سايب تبقى اخده بالها. بقول لك كل حاجه بما يرضي الله. هفضي الرز. انا كنت غاسله رز اصلا قبليه. الطاجن ده بيبقى لازم سخن قبل ما تشتغلي فيه. سخنيه شويه كده في البوتاجاز هو فاضي عشان ما يفرقعش منك. لكن لو طاجن حلو واثقه في اللي هو جايباه من مكان كويس يعني ومتين، ما تقلقيش تشتغلي بيه على طول. حطينا الرز خلاص. هنزل بقى بمعلقه ملح، 3/4 سكر. هو مقاديره سهله جدا وبسيط، بس بيبقى تحفه. اللي معرفوش لاول مره هو انت جربيه معايا. جربي مثلا في كوبايتين رز عليهم كوبايتين لبن. لو عايزه تدسم شويه زودي شويه لبن، طبعا انت مقدارك، وتدوقي الملح وتدوقي السكر. انا حطيت معلقه ملح، حطيت 3/4 معلقه سكر. هو سكر وملح واللبن والقشطه والسمنه. ده الرز المعمر. عايزه تحطي بقى بعد ما تعملي اللحمه تسلقها بتستوي، عايزه تحطي حته لحمه في قلبيه، عايزه تحطي حمام محشي في قلبيه، مفيش مشكله. بس هي دي الطريقه الاساسيه. وانت بقى عايزه تحطي في اي حاجه مفيش مشكله، بس انا عاملاه ساده جنب اللحمه. انا حطيت نص سمنه ونص زيت عشان الزيت يفلفله كده ويبقى جميل، ما يعجنش منك. عايزه تحط كله سمنه براحتك. طبعا لازم تشتغلي في الطاجن ده بسمنه بلدي. السمنه هي اللي هتخلي طعمه حلو. هندمج كله مع بعضه. لازم تغلفي الرزايه بالماده الدهنيه، سواء السمنه سواء الزيت. كله تظبطيه مع بعضه وتدعكيه دعكه جامده عشان كله يتغلف مع بعضه، يبقى الماده الدهنيه يعني غطى كل الرزايه. خلاص ظبطيه خلاص بقى كله اتدعك في بعض اهو. عايزه يندمج كله مع بعضه. هنحط بقى، لازم اللبن يكون سخن نار. هحطه في البوتاجاز طبعا على الرف التحتاني يستوى شويه، وبعدين تطلعيه وتحط عليه حبه لبن. انا هوريك اللبن اهون. هحط نص واسيب نصه في لما الرز يستوى شويه عشان اعمل بقى الوش الدسم بتاع. نجيب بقى اللبن المغلي. لازم يغلي كده، لازم يبقى سخن نار عشان ما يسح ما يعجنش منك. هحط نص اللبن وبقيه اللبن لما الرز يستوى شويه، وهطلعه اوريكهولك دلوقتي. اهو هو استوى كده نص سويه. هطلعه واحط بقيه اللبن عليه، واحط بقى عليه السمنه. عفوا، السمنه والقشطه اهو. لو انت حطيت الحاجات دي كلها في الاول وسبتيه هيتشرب كله، مش هيعمل وش نهائي. انت سويت 3/4 سوا تحت
على الرف التحتاني بتاع البوتاجاز، ويطلع كده. حسيت اللي هو قرب يستوى، تقومي طالعه بقى عشان الوش بتاعه يبقى حلو. هوريهولك لما الوش بتاعه يبقى في الفرن ويطلع، هوريهولك. احنا ندخل دلوقتي على البزله. معايا 2 كيلو بزله. قلنا البصل اهو، بصلتين مع حته سمنه. انا بحاول اسرع لك الفيديو عشان برضك إيه تستفادي معايا وما نضيعش الوقت، عشان اللي بيبقى شاحن باقه. مقطعه بطاطس صغيره، بنعمل احنا البزله بالجزر وبالبطاطس. هنقلل البصله خلاص، اما اول ما تصفر تدخل في الصفار كده شويه ذهبي كده، اللون الذهبي، هننزل عليها بالبزله. تقدري تقلبي فيها كده لحد ما توصل للون الاصفر الذهبي. تنزلي بقى بالبزله، تكوني غسلت البزله بتاعتك اهي، اللون اصفر اهون. البزله غسلتيها تحت الحنفيه على ميه جاريه. فعلوا يا جماعه القناه ودوسي لايك، ودوسي على الاشعارات، ودوسي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. تعليق واحد بس، اكتب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بندمج بقى البزلة مع البصلة، ننزل بالفلفل الاسود، تبقى معلقة فلفل اسود، معلقة شطة او نص معلقة شطة. طبعا برضك ما انت بتحبها سبايسي. انا البزلة ده اعملها في الطاجن، واطلع بقى اللحمة من الشوربة واحط عليها في البزلة. اعمل نصها، احط معلقة الفلفل. الخضار بيحب الفلفل الاسود عشان يدينا نكهة حلوة. هننزل عليها، نحط عليها بكوبايه ميه كده بس تستوي 5 دقايق، ونقوم حاطين عليها بقى البطاطس قبل ما نحط الطماطم، عشان طبعا البزله والجزر بيستووا شويه عن البطاطس. البطاطس ما تاخدش وقت. استوت خلاص شويه اهي. هنزل بالبطاطس وعليها الطماطم. البزله يعني ما بتاخدش مجهود كتير. هنحط 2 مرقه، مش عايزه تحط براحتك، بس انا بحب الخضار قوي بالمرقه. ولو عندك شوربه بزياده حط حبه شوربه، يعني مش لازم مرقه. انزل بقى بالطماطم، طماطم معصوره عليها. انا كنت مسبكه طماطم على النار عشان رمضان بقى، بسبك طماطم كتير واخزنها، فكنت بسبك الطماطم فعصرتها بقى بالمره. خففها بحبه ميه ونسيبها تستوى ونحطها في الطاجن، وابقى اوريها لك في الطاجن. احنا دلوقتي سايبين اللحمه تستوي على النار، والبزله بردك على النار، والطاجن الرز المعمر في الفرن. كل حاجه تولعي عليها في نفس الوقت، على البوتاجاز، وتظبطي وقتك يعني. اهم حاجه تنظيم الوقت. هنسيبها تستوى. طبعا اللحمه اتحمرت اهي، استوت. هنحمر اللحمه. انا حطيت حبه على الطاجن في الفرن مع البزله.
قسمت اللحمه شويه تحمير وشويه حطيتهم في طاجن البازلاء في الفرن، بيبقى تحفه. طلعناها حمرناها خلاص اهون. في نفس الطاسه اللي فيها الزيت والسمنه هنزل بالخضار ده بقى، ميكس الخضار دون. فلفل اخضر مع ميكس الخضار ده يعني، هو اللي ده اللي هيطعم لك بقى، تبقى لحمه بالخلطه تحفه مع فصين توم طبعا، وتواريك التوم الحاجات البهارات اللي هنبهرها. ده بقى فلفل سبايسي، فلفل رومي، بصل، طماطم. ده مجرد ما يتبل، هيتدبل شويه كده، هنقوم حاطين اللحمه معاه، بس بعد ما اللحمه طبعا تتحمر. فصين توم، فلفل، بهار لحمه، مرقه، مكعب المرقه. ده بقى بصي هتاكل الخلطه دي قبل اللحمه. جربي الخلطه دي بعد ما تطلعي اللحمه، تحمري اللحمه خلاص، الخلطه بدات تدبل اهي، بوريها لك، واللحمه اتحمرت. ادمجوهم بقى مع بعض ورغيفين عيش وكلي. ده ممكن انت بس تاكلي الوجبه دي لوحدها من غير الرز المعمر ومن غير انت بتحبي الخلطات دي يعني. الخلطه دي مع اللحمه وحبه طحينه دي وجبه لوحدها. اه البصل طبعا دبل، التوم، الطماطم، الفلافله، ده بقى بيطعم اللحمه بطريقه. جربها كده، ولو في حته كمان فحمه وتطفي الفحمه كده وتسيبها بقى تبرد. الفحم بقى طعمها الخلطه دي بتبقى تحفه. هنجهز بقى الخلطه خلاص. الرز طبعا طلعناه، بدأنا نجهز السفره بتاعتنا. الرز المعمر بقى بصي خد الوش الحلو ده زي ما قلتلك. شايفه السمنه، شايفه القشطه، اللهم بارك. كان طاجن تاكل صوابعك وراه. الرز مظبوط، حدقه مظبوط، اهم حاجه تظبطي حدقك زي ما قلتلك. ادي للرز 3/4 سوا تحت في ارضيه البوتاجاز، وبعدين تطلعي تكملي بقيه حبه اللبن بتوعك، طبعا فيهم الملح وفيهم السكر متظبطين، تكب عليهم عشان تعملي الوش الحلو ده. لو انت حطيته كله على بعضه في الاول، الرز ده يشربه، مش هيبان خالص وش، مش هتعمل وش. انت تغلي اللبن الاول، تجمديه في التلاجة، تطلعي القشطه الواحده وتسيبي اللبن، والقشطه تحطها على وش الطاجن، هتديك اللون الحلو ده وهتديك الطعم الجميل ده. القشطه مع الرز المعمر ده تحفه. سمنه بلدي، سمنه بلدي اهم حاجه في الطاجن ده، السمنه البلدي. بصي بصي بيبوظ كده، لبن وسمنه وقشطه. خلاص هنحطه بقى على الترابيزه. خلاص قرب الاذان يدنون، كل جمعه وانتم طيبين. طلعت اللحمه اهي، لحمه بالخضار، فلافله وبصل وطماطم. اعملي بس الطريقه دي هتعجبك قوي قوي قوي. او احنا بناخد من بعض افكار. طاجن بقى اللحمه هون، اللحمه بالبزله، ده قرن فلفل حار حطها على الوش وهي بتتشوى في الفرن. واللحمه اهي ما شاء الله استوت، بقت جوسي كده وجميله. والرز طبعا استوى. مش عايزه اللهم اني كنت صايمه. اللي يتفرج على الفيديو ده يا جماعه ما يكونش صايم، اتفرج عليه وانت فتره، عشان بصراحه الاكل مغري قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الف هنا على اللي اكل. دعمونا بس باللايك عشان تفعلوا القناه ويوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.